خلاص الحته الاولى احنا فهمناها، لو موجود في منتجي يبقى اوكي، مش موجود في منتجي اوكي. بس في حاجه اقعد من كده شويه، ان العميل يجي لك على حاجه تبان حقيقيه ويروح قايل لك لا بس انا المشكله لا الكواليتي ما عجبتنيش. هو هنا العميل بيدور على حاجه شكلها يا سيدي يبان حقيقي، بس هو عايز يعمل ايه في الاخر؟ اعتراضه الحقيقي ما طلعش وبيديك سبب وهمي. طب السؤال الصعب بقى، ازاي النوع ده اعرفه؟ النوع الاولاني كان سهل، موجود في منتجي او مش موجود. طب في نوع يبان حقيقي وهو مش حقيقي والمفروض ان انا اعرفه؟ هو انا ساحر؟ ايوه ساحر. انت يا ابني بص، اذا كنت هتشتغل في السيلز لازم تبقى فاهم حاجه، السيلز ده كله قايم على السيكولوجي وعلم النفس. كل ما تفهم اكتر في البني ادمين وتدخل وتاخد وتدي وتفهم كل ما تنجح. السيلز ده مش شغلانه تكنيكال بتاعت كمبيوتر قاعدين عليه، ده بني ادم. ايه بقى اللي ممكن يساعدني؟ اللي هيجاوب السؤال ده برضو يبقى ذكي جدا. ركز في السؤال تاني. احيانا بعض الاعتراضات بتبقى وهميه بس تبان في صوره حقيقيه، فانا مش قادر اثبتها هي ترو ولا فولس. ما هي الراجل بيقول مش عجباني الكواليتي بتاعته لما جربته، طب اعرفها ازاي؟ يبان حقيقي وهو مش حقيقي. مش اسمع بقول لحضرتك دي ممكن دي بتعتمد على قوه معرفتك بالبرودكت بتاعك وعلى قوه النولج. قوه النولج في البرودكت هتعرفك اذا كان حقيقي ولا وهمي، بس مش هعرفك اللي انا بقوله ده. ممكن الرئيس من لغه الجسد او النظر بتاعه او اقسم بالله معلم انت قلت واحده من ثلاثه. لغه الجسد دي الكوميونيكيشن سكيلز دي لو ترو انا كده كده هبقى عارف، جدع. في نفس الوقت هيبقى بيكلمني. مفيش في الكتب، بص مفيش في الكتب يا صبحي حاجه بتقول لك ايه لما العميل يكون بيعمل تلكيكه تبان حقيقيه افصلها زي الاولى كده، موجوده في المنتج ولا مش موجوده. بس قال لك على 3 حاجات ممكن تعرفوا منهم ان هو كذاب.